انا اتجوزت من الجن. خلوا بالكم، الحكايه دي مش اي حكايه، دي حكايتي انا مع الجن. ومش اي جن، ده الموضوع كبير جدا، اقرب من كده بكتير. ورغم ان اللي حصل ده بقاله اكتر من 10 سنين، بس والله فاكراه وفاكره كل تفصيله فيه كانها حصلت امبارح. لو اول مره تشوف قناه، انا بقدم لك هنا قصص رعب، قصص حقيقيه وغريبه حصلت مع ناس عاديين كده زينا. لو بتحب النوع ده من القصص ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا نبدأ. أنا اسمي آية، كنت عايشة زمان في بيت صغير مع أبويا وأمي. وكان البيت ده فيه جنينة وفيها شجر كتير قوي، وكان فيه كمان شجر برتقال. البيت كان في مكان بعيد قوي قوي قوي، ومكان مقطوع، حوالينا أراضي فاضية كتير وشجر كتير قوي. من كتر ان الشجر كبير جدا جدا والدنيا مهملة ومقطوعة، الشجر كان متشابك مع بعضه والأغصان داخلة في بعضها. أمي كانت بتحب تاكل برتقان كتير جدا، وخصوصا وهي حامل في أخويا الصغير. كانت كل يوم تقريبا كده لازم تنزل تجمع شوية من الشجرة في البيت، وبعد كده ترجع تاني. الموضوع يبان عادي جدا لحد دلوقتي. تمام، اسمع بقى اللي حصل. في يوم من الأيام كان عندي تقريبا كده 11 سنة. الوقت ده كان متأخر، والدنيا في الريف بتكون سكون تام وظلام مرعب، ما بتسمعش فيها غير صوت. أيوة الصوت ده. بس أمي قالت لي تعالي معايا نجمع شوية برتقان قبل ما نرجع ننام. أنا جريت وراها زي ما كل مرة. وقفنا تحت الشجرة وهي كانت بتقطف وأنا جنبها، وفجأة حسيت بحاجة غريبة، رعشة كده في ظهري. بصيت يمين وشمال، قلبي بدأ يدق بسرعة. وفجأة بصيت قدامي، لقيت حاجة أنا مش هقدر أنساها طول عمري. لقيت ست ضخمة جدا لابسة أسود في أسود، لا باين منها وشها ولا إيد ولا أي حاجة، بس كل باين منها شعرها. شعرها كان طويل قوي نازل على الأرض وبتجر وراها. وعينيها، يا نهار أبيض، عينيها كانت حمرة زي الدم، وكانت بتتحرك ناحيتنا، لا بتجري ولا بتمشي، كانت كأنها كده بتطير على الأرض. صوتي اتخنق، لساني اتلجم. كل اللي قدرت أقوله يلا يا ماما ندخل البيت، يلا يا ماما ندخل البيت بسرعة، لا هندخل حالا. وبعدين بدأت أصرخ. كل ما تقرب كان صريخي دوت بيعلى، تقرب واصرخ أعلى، تقرب واصرخ أعلى، أصرخ بأعلى صوتي وأنا مش عارفة أوصف اللي شفته. أمي اتوترت جدا، قالت لي مالك في إيه؟ بس أنا كنت واقفة زي التمثال، ومع كل ثانية الست كانت بتقرب لحد ما وصلت قدامي وشها في وشي، لكن بدل ما تأذيني بدأت تضحك. والله العظيم كانت بدأت تضحك وتزغزغني كمان كأني طفلة صغيرة قوي، وتحاول تخليني أضحك بأي شكل. بس أنا كنت مرعوبة جدا، جسمي كله كان بيترعش. ماما واقفة جنبي ومش عارفة أي حاجة من اللي بيحصل ده، ولا شايفة أي حاجة، شايفاني بس وأنا عمالة أضحك لوحدي كده، وأنا مش عارفة أنطق، مش عارفة أتحرك. صوت العالي بيهز الدنيا. فجأة الست نادت على حد. ظهر راجل مرعب أكتر منها، نفس الشكل، نفس الشكل البشع، العيون حمراء، نفس السواد، السواد أسود كمان من الليل. قرب مني، قرب، وابتدى يقرب أكتر وأكتر، وابتدى يضحكني هو كمان. وبعدين فجأة قرب أكتر وأكتر وبسني، بسني بطريقة غريبة، كأننا نعرف بعض، كأننا كده مرتبطين. أنا كنت في حالة غريبة قوي، دماغي مش بتستوعب، وأمي بدأت
تقرا قرآن بصوت عالي. وجري أبويا ومعاه الحارس اللي في البيت، ودلقوا عليا مية مقري عليها على وشي وعلى جسمي، ولحظة حسيت إني مش موجودة. كل حاجة اتحولت لضباب وأغمى عليا. لما فقت بعد أيام مش فاكرة عددها كانت قد إيه. قالولي إني كنت بين الحياة والموت. جابولي شيخ وقعد يرقيني، وحكيت لهم كل حاجة. حكيت عن الست وحكيت كمان عن الراجل، وقلت لهم عن إن هم قالولي إن أنا أبقى مراته. أيوة، أنا اتجوزت جني. كنت في كوابيس بشوف نار بتاكل الأرض، وأنا جوه النار دي بس مش متألمة. كنت حاسة إني مربوطة فيها. والراجل كان بيظهر في الحلم يقولي أنا جوزك، محدش ليكي غيري، أنا وبس، ما تعرفيش حد تاني. صوته كان بيجي من بعيد ومش دايما مفهوم. أوقات كنت بحس إنه محبوس في عالم تاني وعاوز يوصلي بأي طريقة. الشيخ قال لي اوعي تلبسي أحمر ولا تبصي لأي حاجة لونها أحمر، وواظبي على صلاتك وقرآن. اقري القرآن كتير، ومن يومها مفيش ظهور حقيقي تاني للست أو الراجل. بس كان في كوابيس ساعات بترجعلي، وساعات بصحى على صوته بيناديني انتي مراتي، انتي مراتي. أنا النهاردة إنسانة تانية. كل يوم لازم أقرأ قرآن، وبروح للشيخ علشان يرقيني كل نص شهر عربي. بس السؤال بقى اللي كان بيطاردني كل ليلة، هل أنا فعلا اتجوزت جني ولا كل ده كان كلام وهم في دماغي أنا وبس؟ ولا هما لسه مستنين فرصة علشان يرجعوا؟ لو القصة دي عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا كمان في القناة، وتسيبوا تعليق حلو تقولوا فيه رأيكم أو انتقادكم. ولو عندكم قصص مرعبة شبه دي ابعتوها لي فورا. استنوني في قصة جديدة، وخلي بالكم من الحاجات اللي بتحصل في الضلمة، لأن مش كل حاجة بنشوفها بيشوفها غيرنا كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.